مش مهم العنوان هو اسم الفيلم اللي أثار جدل في بعض الصحف بسبب تنبؤه بالثورة المصرية وكمان بحادثة كنيسة القين قبل حدوثهم، لكن الفيلم بدأ في تحقيق بعض الشهرة بعد الثورة، خاصة مع مصادفة تنبؤاته بحدوث ثورة في مصر. تفاصيل أكتر عن فيلم مش مهم العنوان معانا في التقرير اللي جاي. الصدفة وحدها هي التي ربطت بين أحداث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وثورة 25 يناير وبين مجموعة من طلبة كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة الذين قدموا فيلم روائي قصير بعنوان مش مهم العنوان، وهو مشروع تخرج لهم في السنة الأخيرة بالكلية. الفيلم قام ببطولته الفنان جرير منصور، وشارك فيه خالد هجرس وأحمد ميلانو، بالإضافة إلى المطرب عماد سعد الذي قدم أغنية داخل أحداث الفيلم، وهو من إخراج محمد. نحزن شوية لكن في وقت الشدة بلاقيك قدام عينيا. الحقيقة الفيلم يعني المفاجأة ان احنا كنا بدأنا تقريبا في شهر 6 نحضر في الفيلم، والغريب ان احنا يعني عملنا كذا مشهد في الفيلم زي ما تقولي مش هنقول بنتنبأ بالأحداث اللي بتحصل دلوقتي، بس كانت صدفة. اتكلمنا عن اختطاف، واتكلمنا عن كنيسة يعني بطريقة غير مباشرة عن الكنيسة بتاعت العمرانية، اتكلمنا عن كنيسة القديسين، اتكلمنا عن الاختطاف اللي لسه حصل من كام يوم دوت، اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا، وفوجئنا بطريقة غريبة جدا. فوجئنا ان الاحداث بتحصل يعني كأنها مثلا متحضرة او حاجة زي كده. بس الفيلم حلو جدا، دي تاني تجربة او تالت تجربة تمثيل ليا. عملت قبل كده فيلم عايز اتجوز، مش عايز اتجوز، المرة دي ليا يعني. كنت عملته برضو مع مخرج معتز راغب، وده تاني فيلم ليا. وعملت مشهد قبل كده يعني، كنت جربت امثل في مسلسل الفارس والصياد مع ممدوح عبد العليم. بس وكان تمثيلي اغلبه كان مسرحي، كنت في التمثيل المسرحي وكده اكتر يعني. ودي اول مرة امثل مع سحار، محمد سحار ده على فكرة بالمناسبة ده حفيد عبد الحميد جود السحار، وكان ليا الشرف ان انا اتعرف عليه، وكانت ده اول عمل يجمعنا بيني وبينه يعني. في حاجات بينك وبيني تخليك جوا عيني، لو ديني ما كانش دينك او دينك ما كانش ديني، يمكن نزعل شوية، يمكن نحزن شوية، لكن في وقت الشدة بلاقيك قدام عيني. اتعرفت على محمد سحار عن طريق صديق ليا عزيز عليا قوي اسمه احمد ميلانو، وده في الحقيقه احمد ميلانو دوت كان معايا في الفيلم اللي فات عايز اتجوز، كان بطل برضو. الموضوع كله يعني احمد ميلانو دوت عمل قبل كده مشاهد برضو في بركات ملك الحركات برنامج، كان بيطلع بيعمل تريكس بتاعت البرنامج وكده مع بركات. هو اللي عرفني، اخدني وقال لي هعرفك على مخرج شاطر جدا اسمه محمد السحار، وفعلا اتفرجت على الحاجات ليه لقيتها حلوه جدا، وحسيت ان هيبقى اضافه ليا ان انا اشتغل مع مخرج زي محمد السحار يعني. جنبي ومعايا ايدي على طول في ايدك، بفرح لك وقت عيدك. الفيلم يتناول مشكلة الوحدة الوطنية في مصر، وكيف يسعى الغرب لتدمير روح الوحدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. كما ينتهي الفيلم بمشهد يقتل فيه المسلمين والمسيحيين الشيطان الذي يحاول الوقيعة ما بينهم. الفيلم تكلفت ميزانيته 100,000 جنيه، وهي ميزانية مرتفعة بالنسبة لفيلم روائي قصير، وتم تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. فيلم مش مهم العنوان. احنا اخترنا اسمه مش مهم العنوان، لان مش مهم انا مسلم او انا مسيحي، المهم مصر، المهم مصر تبقى في المكان اللي احنا عايزينها. الفيلم شغالين عليه من شهر 6 اللي فات. ابتدينا نكتب في الورق بتاعه، لقينا هجوم علينا حاد جدا. قالوا لنا مسلمين ومسيحيين تاني يا جماعه، انتوا كده هتعيدوا فيلم حسن ومرقص من جديد. قلنا لهم ليه ما نكررش تجربه ونعيده،
ولو كان في اخطاء في فيلم حسن ومرقص، ليه احنا بنتجنب الكوميديا اللي حصلت في فيلم حسن ومرقص ونعمل احنا فكر جديد؟ الافكار ما بتنتهيش، والتجديد في الفكر ما بينتهيش. خدنا الفكره، عالجناها باسلوب جديد، عالجناها بفكر جديد. اتكلمنا عن خارجيه اللي هي بتقدر تلعب بين المسلمين وبتلعب بين المسلمين والمسيحيين، قد ايه بتفرق ما بينهم، قد ايه عايزه تشتتهم عشان تخش ما بينهم. القوى الخارجيه هي مين؟ دي اللي احنا بنكتشفها في الفيلم. طبعا اللي مجسد دور القوى الخارجيه في الفيلم اللي هو طلع في دور الشيطان جرير منصور، الفنان جرير منصور. قد ايه انا كنت فخور جدا ان انا شغال مع الفنان جرير منصور، لان هو احنا شباب لسه، احنا لسه ده مشروع تخرجنا طبعا. قد ايه هو ساعدنا في ان احنا نعمل العمل ده باحسن صوره. كان بيقعد معانا، حبيت فعلا شغله، لان هو موهوب، مش يجي يمثل وبيمشي على طول. في وقت الشدة بلاقيك قدام عينيا، بتكون جنبي ومعايا، ايدي على طول في ايدك، بفرح لك وقت عيدك وبتفرح وقت عيدك. ان شاء الله يعني الخطوه اللي جايه فيلم روائي طويل هنعمله عن نقول هنعمله عن حسني مبارك، الرئيس حسني مبارك، تاريخ حياته كلها من اول ما ابتدى لحد ما وصل اللي هي فيه، بدايته ونهايته. هنكرر يعني حسني مبارك هيبقى زي شخصيه الملك فاروق، هيبقى عليه جدل، هيبقى عليه حاجات كتير. ده الخطوه اللي جايه المعموله في ان شاء الله. في فيديو كليب، هنشتغل في الفيديو كليب اللي جاي، في فيديو كليب كده جاي ان شاء الله مع فنان مشهور جدا، ويعني سايبين الدنيا هي اللي تقول. احنا كده من يوم ما بدأنا، من ساعة ربنا ما خلقنا، عمر ما حد في يوم فرقنا، وحبنا عمره في يوم ما بينا.